اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن، يا خالق الإنسان وعالما بالسر والإعلان، بارك اللهم لنا ولجميع المسلمين في صوم شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن، واقطع عنا حزب الشيطان، وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان، وحبب إلينا يا رب الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم إياك نعبد ولك نركع ونسجد، وإياك ندعو ونحمد، آمنا بك يا رب، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك كان محذورا. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لشهر رمضان وتسلمه منا وسلمنا فيه حتى ينقضي عنا شهر رمضان وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه اليسر والعافية، إنك على كل شيء قدير. وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أوليائك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات،
واشرح وآمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، واهدني فيه لصالح الأعمال، واقضي لي الحوائج والآمال. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى، والعافية والرزق الواسع ودفع الأسقام. اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه. اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين ويسر أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.